عمرك اشتكيت من الم في كعب رجلك وقلت ده املاح واخدت فوار املاح من نفسك والالم ما راحش؟ طيب رحت للدكتور وطلب لك تحاليل نقرس وطلع النقرس كويس وبرضه كتب لك فوار املاح وبرضه الالم ما راحش؟ الالم ده بيزيد في اوقات معينه خصوصا اول ما تصحى من النوم. تعال نفهم سوا ايه القصه. انا دكتور احمد شميس وجاي اكلمكم كلمتين في العظم. السلام عليكم. أقدم لكم اللفافة الأخمصية، الشريط السميك من الأنسجة اللي بيمتد على طول الجزء السفلي من القدم من عظمة الكعب لحد أصابع القدم. اللفافة الأخمصية دي ربنا خلقها علشان تؤدي وظيفتين. الوظيفة الأولى إنها بتدعم قوس القدم. قوس القدم هو الجزء المرتفع عن الأرض من باطن القدم، وارتفاعه ده مهم علشان توزيع وزن الجسم على رجلنا وإحنا واقفين أو إحنا بنتحرك. والارتفاع ده لو زاد عن الطبيعي وبقى الشخص عنده قوس قدم مرتفع، أو لو قل عن الطبيعي والشخص بقى عنده قدم مفلطحة، في الحالتين بيحصل اختلال في توزيع وزن الجسم على رجلنا وده ممكن يعمل ألم. الوظيفة الثانية امتصاص الضغوط والصدمات اللي بتتعرض لها أقدامنا أثناء المشي أو الجري أو الحركة عموما. واحنا بنمشي او بنجري اللفافه الاخمصيه دي بتشد علشان تكون سطح صلب يمتص الصدمات ويحوشها عن رجلنا. لكن في بعض الاحيان ومع الضغط الشديد بيحصل تلف او تمزق بسيط في الانسجه بتاعه اللفافه الاخمصيه، واستجابه الجسم الطبيعيه للتلف البسيط او التمزقات البسيطه اللي بتحصل دي هي الالتهاب، وبالتالي طبعا ده بيؤدي الى الام في الكعب واسفل القدم. التهاب اللفافه الاخمصيه هو اكتر سبب في العالم بيعمل الم في الكعب وفي اسفل القدم. في ملايين من الناس بتشتكي منه سنويا. بعض الاحصائيات بتقول ان 40% من الناس، يعني 4 اشخاص من كل 10 اشخاص هيشتكوا من التهاب اللفافه الاخمصيه لمده 3 شهور على الاقل خلال حياتهم. والتهاب اللفافه الاخمصيه ده بيحصل ليه؟ الحقيقه ان في معظم الحالات التهاب اللفافه الاخمصيه ده بيحصل من غير سبب محدد، لكن ده لا يمنع ان في عوامل خطر اذا كانت موجوده ده هيخلينا اكثر عرضه لحصول الالتهاب ده، زي السمنه. الوزن الزايد ببساطه هو حمل زايد على رجلنا وبالتالي على اللفافه الاخمصيه. لو انت شخص طبيعتك ان عندك قوس قدم مرتفع ده كمان ممكن يخليك اكثر عرضه، او لو بتعمل نشاط متكرر في ضغط على اللفافه الاخمصيه، زي انك مثلا بتجري كتير، بتمشي مسافات طويله، بتقف كتير، او لو تعرضنا لاي حاجه من الحاجات دي واحنا مش متعودين عليها. مثلا بدانا شغلانه جديده فيها وقوف كتير او فيها مشي كتير، بدانا نلعب رياضه جديد، بدانا نجري علشان نخس. طيب ايه هي اعراض التهاب اللفافه الاخمصيه؟ الحقيقه التهاب اللفافه الاخمصيه تقريبا له عرض واحد بس، الا وهو وجع في كعب الرجل. وجع كعب الرجل ده احيانا بيمتد لباقي القدم، انما على الاغلب الوجع ده بيكون له اوقات محدده. اول ما تصحى من النوم الالم ده بيظهر خصوصا مع اول خطوه بناخدها الصبح واحنا نازلين من على السرير. الشكوى اللي سمعتها كتير، المريض وهو نازل من على السرير يقول لك يا دكتور اول خطوه باخدها اول ما احط رجلي على الارض كاني ماشي على مسامير يا دكتور، بس بعد شويه لما اقوم واتحرك الالم بيهدى شويه. كمان بنفس الطريقه الالم بيظهر لما تكون قاعد مريح شويه وبعدين تقوم تتحرك، والالم اللي بالشكل ده هو اهم عرض في التهاب اللفافه الاخمصيه. كمان الالم بيظهر بعد التمرين او بعد المشي او بعد شغل البيت. المريض يقول لك طول ما انا بتحرك انا كويس يا دكتور، بمجرد ما اقعد يا دكتور اريح اجرك الله. ولذلك الالم بيزيد كمان مع بعض الناس لنفس السبب ده. اخر اليوم خلص شغل وخلص حركه وروح بيته وهيقعد يريح. طيب هو بيتعب اخمصيته طول اليوم، هي هتسيبه في حاله؟ لا طبعا، ده دورها تتعبه بقى. ازاي بنشخص التهاب اللفافه الاخمصيه؟ الحقيقه ان التهاب اللفافه الاخمصيه احنا مش محتاجين له ولا اشعه ولا تحاليل علشان نشخصه. الاعراض بالنسبه لنا اكتر من كافيه. الاشعاعات والتحاليل احنا بس بنطلبها لو شكينا ان في سبب تاني للالم، زي مثلا لو شكينا ان في التهابات في مفاصل القدم او في مثلا نقرس. والاشعه لو اتعملت فاللي بيظهر فيها غالبا، ده لو ظهر حاجه يعني، هي معشوقه الجماهير من المرضى والاطباء على السواء الشوكة العظمية. الشوكة العظمية أو مسمار القدم أو الكعب أو مهماز العقب على حسب موقع حضرتك الجغرافي. يعني الشوكة العظمية مش مرض ومش مشكلة أصلا في حد ذاتها، ومش هي اللي عاملة الألم. فكون إن احنا نلاقي الشوكة العظمية في الأشعة ده بالنسبة لنا شيء عادي جدا. بالعكس ده بيكون دليل على إن الشد اللي حاصل ده بقاله فترة طويلة، لأن الشد بتاع اللفافة الأخمصية هو السبب الرئيسي لتكوين الشوكة العظمية. طيب أنا يا دكتور كان جالي ألم خفيف شبه اللي بتحكي عنه ده والحمد
والحمد لله راح لوحده. او انا عملت اشعه على رجلي قبل كده وطلع عندي فعلا شوكه عظميه بس الحمد لله ما عنديش وجع. نعمل ايه بقى لو عايزين نحمي نفسنا من التهاب اللفافه الاخمصيه اللي انت بتحكي عنه ده؟ اقول لحضرتك: 1. ارتداء الاحذيه المناسبه. لازم نختار فرش طبي او احذيه تكون بتدعم قوس القدم وتخفف الضغط عن الكعب، وده متوفر في بعض الاحذيه الطبيه او الرياضيه. 2. ممنوع لبس اي حذاء بنعل صلب، وممنوع لبس الكعب العالي بالنسبة للستات. أرجوكي أختي العزيزة تخلصي من الهاي هيلز ودعي قدميك تتنفسان. 3. ممنوع المشي جوه البيت حافيين من غير حاجة في رجلنا. المشي على بلاط أو سيراميك أو رخام كل ده من أسباب التهاب اللفافة الأخمصية. 4. التمارين فيها كلام كتير قوي ولها أشكال كتير قوي وممكن نبقى نعمل عنها فيديو لوحدها، إنما بشكل عام ممارسة بعض التمارين البسيطة والمداومة عليها بيساعد في تحسين مرونة اللفافة الأخمصية. 5. الحفاظ على الوزن المثالي. الوزن الزايد هو حمل زيادة على القدمين وبالتالي هو حمل زيادة على اللفافة الأخمصية، علشان كده إنقاص الوزن بيخف الحمل عند اللفافة الأخمصية وبيقلل من احتمالية حدوث التهابها. آخر حاجة نحاول نتجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة بدون راحة. طيب يا دكتور أنا عندي التهاب لفافة أخمصية، كل اللي أنت بتحكي عنه ده موجود عندي، أعمل إيه بقى؟ أتعالج إزاي؟ الحقيقة العلاج فيه كلام كتير جدا وعلشان إحنا عايزين نرغي فيه شوية هنضطر نعمل له فيديو لوحده إن شاء الله. أخيرا عندي لحضراتكم طلب وسؤال ونصيحة. الطلب يا ريت تقول رأيك في الفيديو في الكومنتات بمنتهى الصراحة، والسؤال: هل حضرتك سمعت عن التهاب اللفافة الأخمصية قبل كده ولا دي أول مرة؟ هنتظر إجابات حضراتكم في الكومنتات. ونصيحتي لحضراتكم النهاردة: بلاش نمشي حافيين في البيت، ودعواتي لكم بتمام الصحة والعافية.